السلام عليكم اخواني. هذا الفيديو راح اشرح بيه عن البروتين اخواني ينقسم قسمين: بروتين حيواني وبروتين نباتي. البروتين النباتي موجود باغلب البقوليات، وخاصة القمح يعني الحنطة اللي نعطيها للدجاج، تحتوي على نسبة بروتين عالية طبعا. اللي ما نعطيه لها الباقلة ما نعطيه للدجاج احنا هالقد، بس اغلب الاحيان نعطيهن حنطة، وحنطة غنية بالبروتين النباتي. بس هذا البروتين هذا يعتبر بروتين حيواني، واللي فائدة مالته تكون اكثر واحسن للدجاج. البروتين الحيواني عن طريق الديدان اكو موجود عندنا بهواي. هسه اغلب الجنابيز بسوق الغزل متوفر دود القبابي، هواي انواع من الديدان المجففه طبعا همين بيها فائده والبروتين موجود. او هاي النوعيه من الديدان هاي دوده الارض، يعني اللي موجوده بالحدائق عندنا. شوف اذا اكو قاعد تحفرها اي مكان بيه رطوبه تلقى بيه هاي الديدان. هاي تحتوي على نسبة بروتين وأحماض وغيرها للأفراخ، كلش مفيدة للنمو مالتهن، تسرع بالنمو مالتهن، وتعطيهن أيضا مناعة للأفراخ. هاي النوعية من الديدان موجودة، ممكن نستخرجها من أي حديقة. يعني إذا عندك حديقة بالبيت أو أرض رطبة، يعني دائما يكون بيها رطوبة، تقدر تحفر وتلقي هاي النوعية من الديدان مثل ما تشوفون انتو هسه قدامكم. هاي اذا تريد بروتين للدجاج. بس اذا يعني رجاء لحد يشتري البروتين واللي يقول لك اشتري هذا البروتين اللي موجود بالجنابيز اخواني، هذا بيه مشاكل. انا ما اريد اقول كله، يعني كل البروتين اللي هو طبعا هو هذا يسموه علف بيلت مرحلة اولى، مو بروتين، بس هو ماشي دارج عليه بالجنابيز والعالم تعرفه بروتين. اخوان هذا مو بروتين، يضر. لان مثل ما تعرفون احنا هسه موسم شتاء، يعني بعده هو ما خلينا نقول خلص موسم الشتاء، فيتخزن بفترات ورطوبة، راح يتكون تسمم للافراخ. فاذا نريد نعطيهن مثل هذا العلف. شنو هذا؟ جريش، جرشة يعني مثلا، حنطة تجرشها، اذرة همين تجرشها، ايش عندك يعني. الحمص اللي ينطي بالحصة ممكن همين الجرشة، بس مو هواي، لا تخلي من عنده هواي. تما اذا تريد نعطيهن فشي هم بسيط، يعني مو كلش هواي عندنا يعني اختيارات ممكن نعطيها علف للافراخ. بس نبتعد عن البروتين. المخبوط مال الطيور كل زين، المخبوط مال الطيور احسن من علف البروتين ب1000 مرة. بس شوية خلطة يعني، لهنا مثل ما تشوفون اعمارهن مختلفة. هساني طبعا بالمناسبة هاي الدجاجة رقدت عندي بوقت مناسب، لان طلعت عندي فقسة. هاي تقريبا بيهن 10 كتاكيت اخر فقسة طلعت، فخليتهن جواها رأسا رقدت. الثاني يوم خليت الافراخ مثل ما تشوفون، هاي القصة، هذا اصغر واحد الرصاصي، طبعا اللون مالته طفرة خرافية. فخليتن جواها، والله احتضنتهن. النوبة طمعت وجبتهن كليتن جواها، وما شاء الله همين احتضنتهن كليتن. بس هو هذا الشيء غلط، يعني لازم الاعمار شوية يعني متقاربة، مو هيك. يعني هسه هذا عمره تقريبا راح يصير فوق 10 ايام هذني، وهذيك الوجبة البارحة طلعت، فما يصير اخليهن بنفس الوقت. حتى لو امهن محتضنتهن راح ارجعهن هذني للخانات الكبار، راح ارجعهن للخانات تقريبا بيهن 11، والباقيات الفرق مالتهن لا مو هواي، 5 ايام تقريبا راح اعوفهن. هاي بعدهن يتعاركن على الدود، هذا دودة الارض اللي جبتها من الحديقة. اخوان خلنا نبتعد عن البروتين اللي احنا نسميه البلت. دائما نجرش لهن دائما. اخوان هواي تكتبوا لي بالتعليقات صار بيهن هيك تمرضين، الافراخ تمرضين. هسه الجو راح يحتر، يعني احنا مقبلين على فصل الصيف. فصل الصيف التربية الافراخ كلش حلوة بيه، ما تتعب، الامراض قليلة مو مثل الشتاء. بس دير بالك على العلف مالتهن. مثل ما تشوفون هذا قدامكم، هذا شي يسموه جريش ناعم، ويا هاي الشعرية مالته برغو، وحنطة هم كاسرها ومطيها لهم. وشوفون صحتهن، شوفون نظافتهن، الحمد لله. ابتعدت عن البروتين انطيتهن فشي بسيط كلش. وها اجيب النوعية الزينة انا من 1500، يعني اكو بروتين زين، ومكتوب على القونية خاص لافراخ العرب مثلا، خاص لافراخ الزينة.
هاي النوعيات شوية غالية صحيح، الكيلو مالتها ب1500، مرات 2 إلا ربع وب2 يبيعوا، بس هذا زين. ليش؟ لأن إنتاجهم هو أصلا قليل، ما يتخزن فترات طويلة، ما يتعرض للسموم، تروح المواد مالته الفائدة، هاي البريمكسات غيرها، هاي هم تأثر على الأفراخ. وذاك أصلا علف خصيص هو مختص بالأفراخ مال الدجاج، اللحم، العفو. فهاي اللي حبيت أنبه عنه بهذا الفيديو، وربي يوفق الجميع. وأي استفسار عن هذا الموضوع، عن موضوع الأفراخ، تربية الأفراخ، اكتبوا لي بالتعليقات. وأنا آسف جدا شوية تأخر عليكم بالرد إخواني، وأشكركم على المتابعة والمشاهدة، وربي يوفق الجميع.